القرآن الكريم من القاهرة. قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية، مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم. السلام عليكم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حبايب قلبي الحلوين الغاليين، وحشتوني جدا 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 جدا، وبشكركم جدا 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 على وجودكم في حياتي. بشكركم على دعمكم المستمر ليا، بشكر كل حبايبي اللي دعولي دعوة حلوة من قلبهم. يا رب دايما أكون عند حسن ظنكم، ودايما تكونوا منورين حياتي. أهلا بالأجازة، خلصنا الامتحانات، كل سنة وحضراتكم طيبين. طبعا اللي ولادهم في المراحل الإعدادية والثانوية ربنا إن شاء الله معاهم كده وينجحهم جميعا وينجح جميع ولادنا، امين يا رب العالمين. اهلا بيكم كلكم، وحشتوني جدا 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 جدا. انزلوا بقى اكتبوا لي في الكومنتات، لان انتوا بجد وحشني. وبشكر كل حبايبي طبعا اللي ما سابونيش الفتره اللي فاتت وكانوا معايا وكانوا دعم ليا مستمر. وان شاء الله باذن الله من هنا ورايح نبقى مع بعض على طول. ادعوا لي بس دعوه حلوه من قلبكم ان انا اقدر امسك الكاميرا تاني كده واشتغل تاني، لان انا فعلا موضوع ان انا افتح الكاميرا ده بقى بالنسبه لي صعب. مش صعب عشان حاجة، ولكن علشان أنا يعني كنت بمر بأزمة نفسية كده الحمد لله. بس الحمد لله والشكر لله طلعت منها، وإن شاء الله بعون الله وإنتوا جنبي هكون أقوى وأحسن وأحلى. وإن شاء الله بإذن الله اللي جاي يكون أفضل لينا جميعا. أهلا وسهلا بيكم حبايب قلبي. طبعا ما تنسوش تحطوا لايك حلو كده علشان القناة تنتشر طبعا، لأن الفترة اللي فاتت تقريبا احنا بقالنا حوالي أكتر من 2.5 ما بننزلش حاجة على القناة، فالقناة وقعت خالص. فأنا مستنية مساعدتكم طبعا ودعمكم ليا، وأنا عارفة إن انتوا حبايبي وعلى عيني وعلى راسي. قلت لي النهارده ان شاء الله يا ست الكل هنعمل مع بعض حاجات بسيطه وسهله كده. هنتكلم مع بعض برضو عن شويه تفريزات كده للفراخ باذن الله تستفيدي منها. وطبعا يا بنات تربيه الفراخ في البيت ممتازه وحلوه جدا جدا جدا. طيب، اول حاجه ابتديت بيها معاكم هي ان عملت فطار للولاد كده. بحب اعمل لهم بيتزا البيض. هي بتبقى عباره عن قطعتين من اللانشون كده، بنقلبهم في شويه سمنه، وبعد كده بنحط عليهم بيضتين 3 على حسب ما حضرتك حابه. انا هنا ما كانش عندي لبن، لو كان عندي لبن كنت حطيت مثلا على كل بيضه معلقه لبن. يعني هحط 3 بيضات يبقى 3 معالق من اللبن. عايزه اقول لكم ان اللبن بيدي كميه حلوه للبيض، وفي نفس الوقت بيبقى طعمه حلو. ولو حابين ان انتوا تضاعفوا كميه البيض، والبيض لحد ما يا بنات الايام دي يعني رخص شويه. الكرتونه عندنا ب 118 جنيه، يعني تقريبا البيضه واقعه ب 3 جنيه و90 قرش تقريبا، بس بره بتتباع ب5. فانت لو يعني عندك حد جمله تقدري ان انت تجيبي منه مثلا بنص الكرتونه يا بنات، نص كرتونه بنص كرتونه هيكون بالنسبه لك اوفر. احنا طبعا عايزين نرجع لقواعد التوفير تاني، عايزين الايام الجايه طبعا داخل علينا صيف، محتاجين ان احنا نجدد في بيتنا، محتاجين ان احنا نعمل لاولادنا كده سهرات حلوه، خروجات حلوه. فان شاء الله باذن الله هنعمل ده كله مع بعض. هنا انا كنت جبت مسحوق باهي وجبت كيلو من المسحوق السايب يا بنات. المسحوق الباهي الكيلو ونص بقوا عاملين 65 جنيه، والمسحوق السايب الكيلو منه عامل 25 جنيه. بس عايزه اقول لكم ان هما الاثنين على بعض بيبقوا حلوين قوي. المسحوق السايب اللي انا بستخدمه اسمه فل، موجود عند اي حد بتاع منظفات، في فل وفي وفير زي ما حضرتك تلاقي. هاتي حلو قوي قوي. ببتدي يا بنات ان انا احط الاثنين على بعض، بيعملوا لي خلطه محترمه كده. تقريبا بيبقى 2 كيلو ونص من المسحوق بيكفوني الشهر كله. وانتوا عارفين يعني اطفال يعني غسيل كل يوم تقريبا، فما شاء الله عليه يا بنات بيبقى حلو قوي. فاللي ما عندهوش ثقه في مسحوق باهي، لا يا بنات حلو قوي وريحته ممتازه جدا. لو حابه حضرتك تجيبي دوني برده من السايب وتحطيه مفيش مشكله، بس انا ما بفضلش الصراحه، بجيب زي ما انتم شايفين كده وبحطهم على بعض وخلاص. بالنسبه بقى للبخاخه السحريه بتاعتنا وبرده بخاخه التوفير، وهو الكلور الالوان يا بنات. انا بجيب كلوريد الوان طبعا، لان كلوريكس دلوقتي مقاطعه، واحنا لسه مستمرين في المقاطعه. وربنا ينصر اخواتنا في غزه، امين يا رب العالمين. وربنا كده يجعل ايامهم كلها كده نصر ان شاء الله وفرج قريب من ربنا. زوني بقى طمنوني عليكم كده وقولوا لي اخباركم ايه. وفعلا انتوا وحشتوني قوي قوي قوي. وبشكر كل حبايبي اللي سالوا عليا، وما تزعلوش مني والله كان غصب عني، يعني غيابي عنكم الفتره اللي فاتت فعلا كان غصب عني. طبعا يا بنات البخاخه قلنا هنحط فيها كلوريكس الوان على شويه ميه، بتمشي اي دهون، بتلمع، بتعطر، بتعقم. يعني هي مش تعقيم طبعا يعني جامد قوي، ولكن برضو بتعقم اي سطح عندك فيه دهون
حطي عليه كلوريكس الوان، وده افضل حاجه انا بستخدمها. الحمد لله والشكر لله. ودايما طول ما ايديكي في الحاجه بتاعتك يعني استحاله ان هي تحتاج منك تنظيف عميق. البوتاجاز ده الحمد لله والشكر لله انا ايديا فيه على طول، يعني ايدي كده ما بتتشالش منه. كل ما بعمل اكله ببتدي امسحها، شويه زيت طرطشوا على البوتاجاز ببتدي امسحهم علشان الحاجه تفضل نظيفه معانا، وما نحتاجش ان احنا نعمل مجهود او ناخد مجهود في ان احنا ننظف تنظيف عميق. طيب تعالوا بقى نتكلم على الفراخ بتاعتنا يا بنات، ودي الفراخ اللي انا كنت مربيها. انا كنت مربيه 5 فرخات. الخمس فرخات كل فرخه منهم بتاكل 3 كيلو من العلف يا بنات. 3 كيلو من العلف، كيلو منهم بيبقى بادي وال2 كيلو التانيين بيبقوا علف نامي. حلو قوي قوي تربيه الفراخ، ويمكن كنت عامله لكم فيديو قبل كده عنها، ان شاء الله هحاول اسيبه لكم في الاي او الشريط الاسود اللي بيظهر فوق دلوقتي، وان شاء الله باذن الله تجربوا وهيعجبكم جدا. ربي في البلكونه، ربي في اي مكان. طب انا يا دودي مش عايزه اربي وعايزه اشتري فراخ. طيب يا ست الكل، دول 5 فرخات، لو قلنا ان احنا هنجيبهم من بره على الكيلو ب 85 جنيه على وزنهم اللي انا عملته ده، كانوا هيكلفوني تقريبا 850 جنيه. 5 فرخات ب 850 جنيه. جبت كل فرخه منهم تقريبا، جبت 3 فرخات قسمتهم كل فرخه على 8، اوزانهم يا بنات كانت 2 كيلو 2 كيلو 200 2 كيلو ونص، اللي هم الاثنين التانيين اللي انا قسمتهم، وراك لوحدهم وصدور لوحدهم. انا هنا دلوقتي معايا حوالي دول 5 فرخات، ولكن في منهم وراك بس، يعني وراك فرختين يعني 4 وراك، وفي منهم كل فرخه من ال3 التانيين كانت متقسمه على 8. هبتدي كل كيسه من الاكياس دي انا هحط فيها 5 قطع، يعني على عدد افراد اسرتك. طب ال8 قطع يا دودي لما نقسم الفرخه على 8 قطع مش هتبقى قليله؟ لا يا بنات مش هتبقى قليله. كل واحد هياخد له قطعه محترمه كده 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 مننا، الطفل او الكبير. يعني الطفل بيبقى محتاج 100 جرام بروتين، الكبير بيبقى محتاج 150 ل 200 جرام. وممكن طبعا احنا بناخدهم على مدار اليوم، مش شرط بناخدهم في اكله واحده. وبعتذر لو صوت العصافير، عشان احنا دلوقتي داخلين على المغرب، فالعصافير بتبات في الشجر، علشان كده انتوا سامعين صوت العصافير. فلو كل واحد يا بنات يعني جمعنا البروتين اللي بناخده اثناء النهار كله او اثناء اليوم كله، هتلاقي ان انت عديتي ال 200 جرام بتوعك، سواء لو فطرتي فول الصبح مثلا، لو اتعشيتي بيضه، لو اكلتي مثلا قطعه اللحمه بتاعتك، فبنبقى خدنا حقنا من البروتين كويس جدا. مش عايزين نكربس على نفسنا، مش عايزين نقول الدنيا غاليه هنعمل ايه، عايزين شويه افكار وحيل بسيطه كده من حضرتك. ان شاء الله باذن الله الدنيا هتبقى زي الفل معاكي. انا بعمل لاولادي مره في الاسبوع اكله يكون فيها كميه بروتين حلوه، بقيه ايام الاسبوع بيكون فيها كميه بروتين قليله. 850 جنيه من الفراخ يعني 5 فرخات هيهيصوكي لو انت اسره من 6 افراد على الاقل. انا ما شاء الله عملت منهم 11 كيسه، منهم من ال 11 كيسه دول 9 اكلات فراخ و3 اكلات بانيه. ممكن اكلتين بانيه منهم يكونوا اكلتين بانيه محترمين، واكله منهم هتكون كميتها قليله شويه، دي هنعمل مثلا منها صينيه مكرونه رجليسكو. انا ما حبيتش هنا ان انا اشيل الفراخ متبله، علشان ان شاء الله كل كيسه اطلعها معاكم نبتدي نعمل بيها وصفه مختلفه. لو قلنا ان احنا عندنا كده حوالي 11 يوم في الشهر بروتين، لو جبنا مثلا 4 مرات سمك كمان، يعني كل اسبوع مره سمك، هيبقى كده عندنا 15 يوم لحوم. لو جبنا مثلا مرتين لحمه بلدي او مرتين لحمه مفرومه، هنقول 20 يوم مثلا من اللحوم. 20 يوم من اللحوم و10 ايام هيبقوا قرداحي. 20 يوم اللحوم دول. السمك يا بنات برضو في منه دلوقتي اسماك بتبقى صغيره شويه، مش شرط ان احنا نجيب الاسماك الكبيره قوي، يعني البولتي في منه ب60، في منه ب55 على حسب الحجم. تقدري برضو حضرتك ان انت تجيبي كيلو او كيلو ونص مثلا وتعمليه لاولادك. برضو الفتره الجايه هنحاول نعمل جدول كده نمشي عليه، علشان نقدر نعدي الموجه اللي جايه ونقدر ندخل الصيف واحنا عاملين لاولادنا انشطه حلوه، واحنا جايبين لاولادنا حاجات مختلفه عن الشتاء، علشان نكافئهم طبعا بمناسبه ان هم اخدوا الاجازه بتاعه اخر السنه. هنا الفراخ بتاعتنا الحمد لله والشكر لله، انا كنت غسلاها طبعا غسله كويسه بالليمون وبالملح، ما تحطيش خل خالص عشان ما يزفرش معاكي. ويا سلام لو تنقعي الفراخ شويه في الليمون وفي الملح وفي شويه السكر، بحيث ان العظم بتاع الفراخ ما يسودش معاكي من جوه لما تيجي تدخليه الفريزر وتطلعي. بعد كده قلت بقى اما اطلع كده اروق الطرقه معاكم. انا كان بقالي فتره كبيره ايدي مش في البيت خالص، يعني انا كنت في اول الفيديو بقول لكم خلوا ايديكم في البيت على طول، كانت جوه. اما بره الصراحه ما كنتش بعمل اي حاجه خالص، يعني كان عندي حاله خنقه، حاله ملل. اللي حابه اقوله لكم يا بنات من تجربتي اللي فاتت اللي انا مريت بيها دي، ما تثقيش في اي بني ادم على وجه الارض الا نفسك بس. ثقي في نفسك بس. انا خدت صدمه من اكتر حد كان قريب ليا في حياتي، من صديقة عمري اللي قعدت صاحبتي 12 سنة. هي ما تقولش عليها صاحبتي طبعا، ولكن كانت 12 سنة احنا كنا اكتر من اخوات. الصدمة جات لي منها هي، والضربة جات لي منها هي. فعلشان كده انا بقول لكم ما تثقوش في حد، يعني اختك، امك،
كفايه عليكي، كفايه عليكي بجد. ما عندكيش دول يبقى خليكي في نفسك بس. يمكن انا من كنت بقول لكم انا من محبين ان انا اعمل علاقات، ومن محبين ان يكون ليا اصدقاء والكلام ده كله، ولكن بعد تجربتي الاخيره، اي نعم مش كل الناس زي بعضها، ولكن انا يعني بنقل لكم تجربتي، وكل واحد طبعا براحته، بس ما تثقيش في حد زياده عن اللزوم. خلي ليكي علاقات وكل حاجه، بس تبقى في حدود معينه، ما يبقاش عارفين عنك كل حاجه، علشان التدخل اكتر من اللازم بيدمر البيوت. خلاص بقى احنا عايزين ننسى اللي فات ونبتدي صفحة جديدة ان شاء الله بإذن الله. هبتديها معاكم، ادعوا لي كده ان شاء الله. هحاول بقدر الامكان الفيديوهات هتنزل لكم يوم ويوم ان شاء الله بدون مقاطعة، يوم ويوم هننزل فيديو، بس لحد ما نظبط امورنا، لحد ما ابتدي كده استرجع نشاطي تاني وقوايا العقلية تاني كده، واجيب لكم افكار حلوة، علشان ناويين نعمل حاجات مختلفة بإذن الله الايام الجاية. داخلين طبعا على العيد الكبير، كل سنة وكل حضراتكم طيبين. عايزين نعمل ميزانية محترمة بما اننا كلنا هنقبض الاسبوع الجاي، او بالنسبه برضو لاصحاب الميزانيات اليوميه، فان شاء الله عايزين نسيستم نفسنا كده على ازاي يكون عندنا الحاجه الحلوه بتاعتنا اللي هتكفي معانا العيد. اتمنى يكون الفيديو النهارده عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. ما تنسوش تحطوا لي لايك. اسيبكم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.